الموضوع ديال اليوم ماشي قصة من الخيال. الموضوع ديال اليوم هو قصة اللي تحولت من رحلة صيد إلى جريمة قتل. في واحد النهار اللي كان باين عادي، خرجوا جوج ديال الصحاب في واحد رحلة صيد. كانوا كيعرفوا بعضياتهم مزيان، كتجمعهم الخدمة والمعرفة وحتى الثقة. الصباح داز عادي، غير الهضرة والضحك والصيد. ولكن مع الوقت بدات الأجواء كتبدل وكتبان بلي شي حاجة ماشي هي هاديك. واحد فيهم كان كيبان ساكت بزاف وما مركزش، كدورلو شي حاجة في راسو. حتى جات اللحظة اللي غيتبدل فيها كلشي. علاه حط الجويجة على الكتف ديالو وبقى راد البال ومركز مزيان وكيحسب الخطوات ديالو. كان موجد لهاد اللحظة من قبل. اللي شاف صاحبو عبد الرحمن تقدم مع السلاح ديالو، برك على الزناد، خرجت القرطاسة ومشى ديريكت للكرش ديالو. طاح في بلاصتو وبقى كيغوت. ولكن هذاك الغوت ديالو ما طولش بزاف. من بعد ثواني قليلة كلشي سكت، وفي هذيك اللحظة بدا علال كيغوت. وهذاك الغوت ما كانش ديال الخوف، كان بداية لهاد النهاية. من بعد الجريمة تحل التحقيق، بدات الحقيقة كتبان شوية بشوية. في التحقيق مع علال حاول يمثل الدور ديالو انه مصدوم ومخلوع. كان كيحسب له بلي الخطه الذكيه اللي دار ما غادي يشك فيه حتى شي واحد. ولكن اللي ما حسبلوش الحساب هو التفاصيل الصغيره اللي كيركزوا عليها رجال التحقيق، واللي في كل مره كيبدل شي حاجه في الاقوال ديالو. ومع الضغط ديال التحقيق بدا كيعترف من الاول حتى الاخر، وتبين ان العلاقه اللي كانت بين علال وعبد الرحمن ما كانتش نقيه كيف بانت لنا في الاول. كانت بيناتهم مشاكل قديمه وفلوس، ضربات تحت الثقه واحساس بالخيانه. علال كان كيشوف راسو مظلوم وكيكبر الحقد ديالو نهار على نهار. ومع الوقت ولا كيفكر بطريقه خطيره، ماشي غير باش ينتقم ولكن باش يمحي عبد الرحمن من الحياة ديالو بمره. وبدا كيخطط واختار رحله صيد حيت عارفه بلاصه خاويه، ما كاينش الشهود وحتى الصوت ديال القرطاس غادي يتخلط مع الاجواء ديال الصيد. قدموا للمحكمه وهو دايخ ما متيقش راسو، كيفاش خطه دايره محكومه بحال هادي وقدرت طيحو بسهوله، وتحكم عليه بعقوبه كبيره وخسر كلشي: الحريه والمستقبل وحتى الضمير ديالو. القصه ديال اليوم كتبين لينا بلي الحقد الا دخل القلب يقدر يحول حتى الناس اللي قراب لينا بزاف الاعداء. واي جريمه مهما كانت مخدومه الحقيقه ديالها تبان في الاخير. انت الا وصلتي للنهايه ديال القصه قول لي في التعليق الراي ديالك، واش كتشوفها انتقام ولا حقد؟ ما تنساش دير لايك وبارطاجي الفيديو باش يوصل لناس اخرين.